السلام عليكم. ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض اكله اقتصاديه جدا من البتنجان، يعني من غير بروتينات ومن غير زيت، يعني مفيش آلية خالص. ويلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقه. ودلوقتي معانا هنا كيلو من البتنجان. البتنجان ده احنا هناخده دلوقتي على البوتاجاز نشويه بحاله كده زي ما هو اهو. خدت هنا بتنجانه وحطيتها على النار مباشرة وولعت عليها. ممكن تشوي واحدة واحدة وممكن تشوي كيلو مرة واحدة بالطريقة اللي انت شايفاها دي. بتجيبي البتنجان وتحطيه على العين الكبيرة، اكبر عين عندك. هنا كان عندي شبكة كده فحطيتها عشان تضمهم كلهم، ورحت حاطة كيلو البتنجان كله عشان يتشوي وبالطريقة اللي انت شايفاها قدامك دي. وطبعا في الحالة ديت لازم تكوني معلية النار على الاخر. وده شكل البتنجان كده بعد ما اتشوى. وعشان نقشره هنجيب بولة فيها شوية من المية ونغطس البتنجان فيها وهو لسه سخن، عشان خاطر البتنجان نلاقيه ابيض معانا. ادي البولة فيها المية وهغطس البتنجان كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. بنغطسه كده ليه؟ القشرة كده بتخرج معاكي بسهولة، وكمان هتلاقي البتنجان من جوه ما بيسمرش معاكي، وفي نفس الوقت هيبرد معاكي البتنجان. تقدري ان انت تمسكيه وتقشري بالطريقه اللي انت شايفاها قدامك دي. شايفه بيتقشر معاكي بكل سهوله. ولاحظي كمان بعد ما شلنا القشره البتنجان من جوه شايفه ابيض ازاي، ما شاء الله كده جميل جدا اهو. قشرناه كله بالشكل اللي قدامك ده. خطوه الميه بتخلي البتنجان يبقى ابيض من جوه بالشكل اللي انت شايفاه ده. بتحافظ على لونه، يعني ما تخليه ما يبقاش لونه غامق. وقلاية على النار وهننزل بشوية من الزيت، يعني شوية زيت كده مش كتير. وهنكون مجهزين بصلاية متخرطة قطع صغيرة كده وننزل بيها على الزيت بعد ما بيسخن تمام كده. ونقلبها تقلبتين كده في الزيت. وفي الوقت ده نكون مجهزين معلقة كبيرة من الثوم المفروم وننزل بيها على البصل ونقلب بقى كده مع بعضه. نشوح الثوم مع البصل لحد ما كده الثوم ريحته تطلع معاكي. ولما تلاقي ريحته ظهرت معاكي كده ننزل بقرنين من الفلفل متخرطين، وبعدين تشوحيهم بقى كده مع الثوم والبصل تشويحة خفيفة كده. احنا عايزين يعني ايه، يكون لسه بيقرمش كده، ما يتبلش قوي معانا تمام كده. وفي الوقت ده هننزل ب3 معالق كبار كده من الصلصه. نفترض ان انت ما عندكيش صلصه، طب عندك طماطم مسبكاها وحطها على جنب، خدي منها 3 معالق كبار. وبعدين نقلبهم بقى كده مع البصل والفلفل. ودلوقتي معايا يجي 5 طماطمات كده مقطعاهم قطع صغيره، مقطعاهم يعني مكعبات كده، هنزل بيهم ونقلبهم مع بعض كده قيمه دقيقه كده او دقيقه ونص، عشان خاطر عايزين مكعبات الطماطم ديت، القطع بتاعه الطماطم يعني عايزينها تدبل معانا، مش عايزينها ايه تبقى بتقرمش كده او بتقرش كده في الاكل. ودلوقتي بقى ننزل بالبهارات. معنا معلقه صغيره كده من الكمون ومعلقه صغيره كمان من الفلفل الاسمر ومعلقه صغيره من الملح. ودلوقتي نقلب بقى كل البهارات اللي احنا اضفناها. الخلطه دي مع انها بسيطه جدا الا انها ما شاء الله ريحتها حلوه قوي. ودلوقتي يا امارات ننزل بقى بالبتنجان. ودلوقتي نجيب الهراسه وننزل بيها كده على البتنجان، نهرسه كده في قلب الخلطه اللي احنا عاملينها. شايفه ما شاء الله البتنجان بيتهرس معاكي بكل سهوله ازاي. ده دليل على انه مستوي كويس جدا. طبعا لو انت ما عندكيش هراسه تقدري تهرسيه بالشوكه او بكوبايه، بارضيه الكوبايه يعني. ودلوقتي هسيب البتنجان كده على النار من دقيقه لدقيقتين كده يشرب من الخلطه. واكلتنا دلوقتي اصبحت جاهزه على التقديم. هنغرف بقى كده. ما شاء الله على الجمال، بجد ريحتها حلوه واكله سريعه واقتصاديه جدا، تعتبر من الدرجه الاولى، ولا بروتين ولا استهلاك زيت ولا حاجه خالص.
وبعدين مش شرط ان انتي تعملي كمية كبيرة من البتنجان، مثلا تعملي كيلو زي ما انا عملت، لا انتي ممكن تعملي بتنجانية واحدة وتقللي من المكونات وتحطي مثلا طماطمتين 2، معلقة واحدة من الصلصة، رشة كمون، رشة فلفل، رشة ملح، وتبقى خلصت وقضيت معاكي، مع بصلايه طبعا صغيره، مع فصين 2 من الثوم. يعني ممكن تعمليها كوجبه جنب الاكل، وممكن تخليها وجبه اساسيه، يعني على حسب رغبتك انتي. ويا ريت اللي وصل معانا لحد هنا من الفيديو ما ينساش يحط اللايك، واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.